زي ما تكوني رايحة تشحتي. اتضايقت من كلامها وقلت لها بصراحة أنا قررت أتحجب، ولما إخواتي شافوني قعدوا يتريقوا عليا، وأختي الكبيرة تقول للشيخة نور وتضحك. حسيت وقتها إني متضايقة قوي، بس قررت مستسلمش لكلامهم وفضلت لابسة الحجاب. وفي يوم في رمضان كنا معزومين إحنا وقرايبنا كلنا عند خالتي. أول ما دخلنا وخالتي شافتني استغربت من شكلي وقالت لي ليه تعملي في نفسك كده؟ قلت لها عملت إيه يعني اتحجبت؟ ما هو الحجاب فرض. قالت لي انت كده كبرتي نفسك ومش هيجيلك عرسان لما تكبري، لأن شكلك هيكون أقل واحدة في صحابك في الجمال. ردت خالتي التانية وقالت لي انت كده يعني قريبة من ربنا. احنا برضو بنعرف ربنا، بس مش بنحب نتظاهر قدام الناس. قلت لها أنا بحاول يا خالته أبقى ملتزمة. ردت بنت خالتي وقالت لي على فكرة الحجاب مش فرض، وانتي أصلا معلوماتك عن الدين قليلة، بس انتي بتحبي تتمنظري. وكلهم قعدوا يضحكوا. ولما دخلت ثانوي قررت أنا وندى نلبس الخمار ونوسع لبسنا أكتر، وفعلا ده اللي حصل. وهنا كانت المدرسة ما فيهاش بنات لابسين خمار كتير، عشان كده كنا بنلاقي معظم البنات بيتجنبونا. للأسف كان صعب علينا نكون صداقات. في وسط كل ده فقررنا نشترك في نادي نرفه عن نفسنا شوية. ولما رحنا لاحظنا إن البنات هناك كلهم مش محجبين، فلقينا هناك صالة بيلعبوا فيها رياضة، فقلنا نشترك فيها يمكن تكون حلوة. ولما رحنا نتكلم معاهم قالوا لنا ما ينفعش نشترك عشان إحنا محجبين، وشروط المكان إنه البنات تكون بشعرها. اتضايقت قوي ورجعت البيت. قعدت أعيط وحسيت إن كل الناس رفضاني. قمت صليت ودعيت ربنا كتير إني ألاقي نفسي في حاجة، وإن الفترة دي تعدي. وتاني يوم بالليل لقيت بنت عمي بتكلمني وبتقولي إنهم بكرة متجمعين في كافيه فاتح جديد، وإن كل بنات عمي وعماتي هيقضوا اليوم هناك. اتبسطت قوي وقلت فرصة أغير جو. لبست وكان شكلي حلو ونزلت وصلت لمكان الكافيه، وأنا على الباب مرضوش يدخلوني وقالوا لي قال إيه إني محجبة وإنه الحجاب منظر غير حضاري. اتعصبت جدا واتصلت ببنت عمي وقلت لها إني على الباب. خرجت لي واتصدمت لما شافتني، لأن بقالنا كتير متقابلناش. فقالت لي إيه ده يا نور؟ أنا ما كنتش أعرف إنك اتحجبتي. طب بقولك إيه، ما تقلعي الطرحة وتدخلي، ده اليوم النهاردة تحفة. بصيت لها وسبتها ومشيت. رجعت البيت اتصلت بندى قلت لها كل اللي حصل. قالت لي ولا يهمك، إحنا ممكن نشوف حاجة تناسبنا نعرف نعملها. أنا لقيت واحدة بتحفظ قرآن، إيه رأيك لو نروح نحفظ؟ قلت لها والله فكرة، ليه لأ؟ وفعلا رحنا